في قاعدة يابانية تقول قاعدة 30 ثانية، أي شيء لا تجده في 30 ثانية فهو ليس مرتبا. سقف البحث 30 ثانية، رايح تجيب شاكوش ما لقيته في 30 ثانية، الحين طلع لي صورة من جوالك إذا ما لقيتها في 30 ثانية ما هي مرتب، جوالك ما هو مرتب. ملفات عندك في سطح المكتب إذا استغرق أكثر من 30 ثانية عشان تبحث عن ملف ما هو مرتب. تفتح درج الآن أنت بتطلع مثلا ملعقة الغرف في أقل من 30 ثانية. خلال الحلقة هذه حسسنا قديش حياتي كلها ما هي مرتبة. إذن اليابانيين إيش يسموا هذه الخطوة؟ هذه الخطوة اسمها ترتيب الأشياء لغرض إلغاء البحث عنها. eliminate searching. فيرتبوا الأشياء بطريقة تفتح درج كذا المفتاح اللي تبغاه يا موجود يا ما موجود. يجيبوا حاجة يسموها الكايزن فوم، يقصوه على المقص، يقصوه على المساحة، يقصوه على القلم، يقصوه على الدباسة، ويركبوا الأشياء. تفتح الدرج الآن ما دباسة موجودة أو ما هي موجودة،